مفيش لعيب هيمشي ببلاش من نادي الزمالك. الزمالك شغال على صفقات جديدة لدعم الفريق في الموسم اللي جاي، وعشان الزمالك يهمنا أكتر من أي سبق صحفي فالطبيعي إن احنا كلنا لازم نلتزم الصمت في أي لعيبة هتيجي أو إن كانت هتمشي لحد ما الصفقة يتم الإعلان عليها رسمي. أنا بقى جاي أقول لك إن في لعيبة كتير هتيجي وبرضه في لعيبة كتير هتمشي، ولكن المرة دي مفيش ولا لاعب حتى لو ناشئ هيمشي فري. نادي الزمالك هيحافظ على حقه كامل متكامل في ايا كان من اللعيبه اللي هتمشي، ايا كان مستواها الفني وايا كان معدل رضا الجمهور عنهم. ركز معايا عشان هقول لك نقطه مهمه جدا. يوم 28 يونيو ده اول قايمه اوليه تتبعت من نادي الزمالك لاتحاد الكوره، واللعيبه اللي مش هتكون في القايمه دي يقدروا يمشوا فري. هنا بقى الزمالك قرر انه يقيد كل اللعيبه اللي عنده في القايمه الاوليه دي، ايا كانت لعيبه هتمشي، لعيبه قاعده او صفقات تبادليه. مجلس إدارة الزمالك عمل كده عشان يستفيد بكل اللعيبة اللي عنده، إن كانت لعيبة هتتباع بيع نهائي، إن كانت لعيبة هتطلع إعارات، أو إن كانت لعيبة هتدخل في صفقة تبادلية. خليني أقول لك إن الزمالك بيغير جلده، موسم جديد بلعيبة جديدة بإذن الله هننافس على كل البطولات، القادم خير بإذن الله.